قال انا مثل ما لك شايفني هيك، انا طلعت مع نسوانجي. انت بتخيل الموضوع، ما تفكر بالموضوع. قال انا طلعت مع نسوانجي لاني معامل الجنس اللطيف، بعامله برقه وبحنيه، هيك لازم نعامله. يعني هي كرامتنا ام تسمح لنا نعامله غير هيك؟ لاني بعاملين برقه وبحنيه. الرقه والحنيه في ميت اني انا نسوانجي. معلم رفيقته قلت له ألف مرة هالبنت أنا بعرف عنها غير شغلات أنت بتعرفيها. هالبنت منشاها مو منيح، هالبنت ما أنا منيح، هالبنت ما أنا مربي. بعدي عنها يا أخي، يا أخي بعدي عنها هالبنت. يا أخي هالبنت ما أنا أحب لك إياها، بعدي عنها. بكره بتعمل لك مثلها. ما كانت تقتنع. جاكارا رحت طبقت رفيقتها وصرت حكي رفيقتها وشفت رفيقتها، صارت شغلات اجباري عني. يعني شفت رفيقتها راحت تمتني اني انا نسوانجي، وانا نيدي صافي بس ما بين لها انه رفيقتك ما أنا منيحه مشان تقتنع. ما كانت تقتنع. فحاولت اقنعها وزبطت رفيقتها وحكيت رفيقتها، فهمتني غلط. طلعت مع نسوانجي. طلعت انا بعد كل هالحكي وكل هالتضحيه طلعت مع نسوانجي. ولك معلم طالعين على طرطوس، السرفيس فيه 18 راكب. اشرته صبي للشوفير، راح وقف. بدأت تطلع الصبية في محل. انا كرامتي كرجل كشخص كذكر ما بتسمح لي. لك وين الكرامه؟ لك وين الذوق؟ لك ايه؟ خلاص يا زلمه خلاص. وين الكرامه؟ وين الشرف؟ وين الضمير؟ وين الضمير؟ اذا تركت تقعد بالمعاكس وانا قعدت لا والله، اذا انت ترضاها انا برضاها، اذا انت كايب انا برضاها. قمت لها قعدت بالمعاكس وقلت تفضلي يا انسي قعدي هوني. قعدت هوني. لما نزلنا قلت تفضلي هي رقمي من باب الوجدان ومن باب الاخلاق. يعني قلت تفضلي هي رقمي، اذا انزنقتي بشي فكره بشي سرفيس ثاني بشي مره صار معك نفس الموقف حكيني، ممكن انا اكون بطلع بنفس السرفيس وماني منتبه. وين الغلط اللي عملته انا؟ انا وين الغلط اللي ارتكبته؟ وينه بس لاني بتعامل بذوق واحترام بطلع مع نسوانجي. ولك مشي بجنن بيطلع مع نسوانجي يا زلمه. معلم كل يوم بدق لها بالليل. كل مرة بقول لها شو الصوت اللي عندك؟ بتقول لي والله خيتي ما تبكي، علقاني هي وخطيبة وتركت هي وخطيبة وريحة جن وكذا وهيك. يوم اثنين ثلاثة يا اخي انا ابقى فيني استحمل. قلت لها هدية لخيتك، اعطيني لخيتك حكي، اعطيني رقمها. ما قالت تعطيني رقمها. وصلت معك لاختها. لقيت حسابي انا لخيتها. المهم حكيتها من كلمة لكلمة. يعني انا موقف معها موقف رجولي، ما هديتها وروقتها وحسستها انه في حدا جنبها. راحت قال حتى لخيتي وصلت مواسيلك يا نسوانجي وكذا. ولكن بتخيل كيف تفكر فيني يا زلمه، كيف ظنها عاطف فيني. والله العظيم شيء بجنين. ولو بتخليها تحكي خلص بربك سكوت خلاص. معلم امها